جوال تذكر يقدم. تذكروا أدوات استغلال الوقت، تذكروا أسباب خسارة الوقت، تذكروا النقاط اللي تجعلنا أصدقاء مع الوقت، وتذكروا أن أوقاتكم هي حياتكم، وتذكروا أن الفرق الذي يكمن بين النجاح والفشل يتمثل في حسن إدارة الوقت. وتذكروا أن إدارة الوقت لا تعني أن أزيد إلى يومي ساعة أو ساعتين، فهذا الأمر مستحيل وغير ممكن، ولكنها تعني أن أحسن استخدام محتوى الوقت، وأن أستثمر في أفضل ما يمكن استثماره من نتائج وأعمال. وتذكروا يا أخواني وأخواتي أن كل دقيقة تمر علينا في حياتنا لن تعود، وسنسأل عنها يوم القيامة. وتذكروا أن المسلم أمامه مسؤولية عظيمة، مسؤولية كبيرة، فلا يليق به أن يضيع ثانية أو لحظة أو دقيقة في هباء، في عبث، في شيء لا طائل من ورائه. لابد أن نكون دائما متحملين لمسؤولياتنا، قائمين بأعمالنا. تذكروا أنه أقل الناس نوما كانوا أكثر الناس نشاطا وأكثر الناس عطاء. تذكروا أن أقل الناس كسلا كانوا أكثرهم حيوية. وتذكروا أن أكثر الناس نشاطا واغتناما لأوقاتهم كانوا هم أكثر الناس إنجازا في تاريخ هذه الأمة. لو حسبنا المؤلفات التي ألفت، لو حسبنا الإنجازات العظيمة التي أنجزت، لو تأملنا في سير الناجحين العظماء، عمر، أبو بكر، كبار العظماء في التاريخ، لوجدناهم يحافظون على أوقاتهم وكأنهم يعدونها عدا، يحسبون أنفاسهم بالعدد. لو سألت واحد منكم الآن كم هو المبلغ الذي تحمله في جيبك، ربما أجاب بدقة. لماذا؟ لأننا نحسب نقودنا. ولو تسللت يدي إلى يد أحدكم أو إلى جيبه وأخذت منه مبلغ من المال لقاتلني عليه، فما بالنا نضيع أوقاتنا اللي هي أغلى من المال وهي أغلى من كل شيء. يا جماعة فلنحافظ على أوقاتنا. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.